نيجي بقى في درس جديد والنهارده خلاص يا مستر هنخلص القضايا ونخلص الفصل بقى الأول بتاع المنطق اللي مليان دروس كتيرة ده، ويبقى فاضل لنا درس الاستدلال بس. الحمد لله. يلا ركز معايا ونخش في آخر تقسيم للقضايا وآخر المواضيع اللي ليها علاقة بالقضية. مستر احنا في الدروس اللي فاتت وفي الحصص اللي فاتت عرفنا ايه هي القضية، وعرفنا أنواعها من حيث علاقتها بالواقع، وعرفنا كمان الروابط بتاعتها. هنا هنبتدي ناخد تقسيم القضايا البسيطة الحملية. يعني ايه يا مستر التقسيم القضايا البسيطة؟ يعني احنا قلنا والله في قضايا بسيطة وقضايا مركبة، صح كده؟ القضايا البسيطة اللي ليها مبتدأ وخبر موضوع ومحمول أو معنيين مفردين وخلاص. هنا هناخد بقى تقسيم القضايا ده، التقسيم بتاع القضايا دوت من حيث الكم والكيف واحنا مغمضين. خلاص عرفنا يا مستر الكم ليها علاقة بالكمية، يعني كلية ولا جزئية، صح. واحنا خدنا قبل كده الحدود، بس هنا مختلفة بقى شوية، هنا هتسهل عليك شوية. ليه؟ لان هناك بقولك هو لفظ يطلق على مجموعة من الاشياء وممكن ان هو يطلق عليها مفردة، والناحية التانية لأ بيطلق على شيء واحد بعينه، فده حد جزئي وده حد كلي. هنا القضية بتسهل لك. ليه يا مستر بتسهل لك؟ لان انا لما اجي اقول لك كل طلاب اولى ثانوي غير جيدين بمادة الفلسفة مثلا، فانا هنا بقول لك ايه؟ ان كل طلاب بتوع اولى ثانوي مش كويسين في الفلسفة. لما اجي اقول لك بعض طلاب اولى ثانوي مش كويسين في الفلسفه، فانت هنا هتعرف دي كليه ولا جزئيه. نفس الكلام بالنسبه للكيف، موجبه ولا سالبه. موجبه خلاص عرفنا كل طلاب اولى ثانوي كويسين، دي قضيه كليه موجبه. ليه يا مستر؟ لان كليه انا بتكلم على كل، وموجبه لان الاجابه هنا يا مستر ان الطلاب كويسين متصلين ببعض، وانا خلاص عرفت ان مفيش يكون، دي فيرب يكون ده مش موجود عندنا. القضيه السالبه لما باجي اقول لك بفصل بقى، تكون فيها العلاقة بين الموضوع والمحمول منفصلة. كل طلاب أولى ثانوي ليسوا جيدين في الفلسفة، هنا بفصل جودة في مادة الفلسفة عن طلاب أولى ثانوي. يبقى هنا يا شباب الكم والكيف احنا يا مستر ايه عارفينه، مش هنشرح فيه كتير. طب التقسيم الرباعي بقى للقضايا الحملية ايه هو؟ قالك القضايا اللي احنا بنقولها دي بتديك ايه يا مستر؟ 4 انواع و4 تقسيمات في القضايا البسيطة. عندي قضايا كلية موجبة، وعندي قضايا كلية سالبة، وعندي قضايا جزئية موجبة، وعندي قضايا جزئية سالبة. تاني، كلية موجبة، كلية سالبة من حيث الكم، فممكن تبقى كلية وموجبة وممكن تبقى كلية وسالبة. طيب الكم عندي جزئية، ممكن تبقى جزئية وموجبة وممكن تبقى جزئية وسالبة زي ما هنشوف في الأمثلة. الكلية الموجبة، خلي بالك من حاجة مهمة. إيه هي يا مستر؟ إن كلمة الكلية بنرمز له بإيه؟ بنرمز له يا شباب بالكاف، والموجبة بنرمز له بالميم. كلية كاف، طب سالبة بالسين، جزئية جيم، موجبة خلاص عرفناها، والجزئية جيم والسالبة سين. تمام؟ تمام. طيب يبقى هنا خلي بالك من الرموز دي، لأن الرموز دي احنا اللي هنتعامل بيها بعد كده. طيب الرمز بقى، يعني ايه الرمز؟ أعرف منين إن دي يا مستر كلية ولا لأ؟ من حيث إيه؟ كل، جميع، كافة، عامة. أي كلمة بتدل على الكلية. عامة الشعوب العربية محبة للسلام. يعني إيه؟ يعني كل الشعوب العربية محبة للسلام. طيب الكلية السالبة أعرفها منين؟ يقول لك كل ليس، جميع ليس، لا واحد. تمام؟ كل دي قواضي كلية سالبة. ليس من بيننا متطرف الفكر، مفيش حد بيننا متطرف الفكر. يبقى هنا ده الكلي الموجب والكلي السالب. طب الجزئي الموجب بعض
معظم، أقلية، أغلبية، أكثرية، القليل من. أي كلمة بتدل على الجزء من الناس أو جزء من الشيء اللي بنتكلم عليه. قليل من الشباب محب للقراءة، يعني قصدي إيه بيها؟ عدد قليل من الشباب، جزء من الشباب بس هو اللي بيحب القراءة. طب القضية السالبة هي بعض، ليس، ليس بعض، ليس كل. يا مستر ليس كل، ازاي ليس كل دي تبقى جزئية؟ مش انت هنا بتقولي ان كل دي موجبة او كلية، ازاي بقى تبقى جزئية؟ هقول لك ركز في حصة شواذ المنطق، هعمل لك فيديو كده اسمه شواذ المنطق. هنا هيعرفك الايه الحاجات الشاذة، زي ما بنيجي نقول لكل قاعدة شواذ، او لما بتيجي تحفظ التصريف الثالث للافعال. اللي هو ايه التصريف الثالث دي؟ الافعال الشاذة، او مش التصريف الثالث، اسف، اللي هو التصريف الثاني. بدل ما بتحطي الاي دي بس او الاي اي دي، فهنا بنبتدي لا، ده في افعال بتبقى ايه زي جو، الماضي بتاعها ما بقولش جود، بقول وينت، صح ولا لا؟ فدي افعال شاذه. هنا في المنطق برضو عندي نفس الايه، نفس الحاجات الشاذه ديت بتبقى خارجه عن السياق. عامل لك ملزمه وورقه مش هتلاقيها غير مع عمده الفلسفه بس. طيب يبقى هنا يا مستر خلاص انا بقيت اعرف، خلاص الحمد لله، اطلع ازاي القضيه دي كليه وازاي جزئيه وازاي موجبه وازاي سالبه. ومستني منك يا مستر ملزمه او حصه ايه؟ شواذ المنطق. هقول لك يا سيدي ماشي وعلى عينينا. ركز بقى، ملحوظه: سور القضيه لا يعد جزءا من موضوع القضيه ولا جزءا من محمول القضيه. فاكر في الحصص اللي فاتت لما قلت لك تعالى اقول لك على حاجه حطها في حلقه في ودنك، بعدين قلت لك طب استنى خليها في وقتها؟ ماشي، هو ده وقتها. ايه هو؟ ولكن هو الذي يحدد كم وكيف القضيه المنطقيه، وذلك يجب التعرف على اسوار القضايا بشكل افضل. وركز معايا، يعني ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ تعالى اقول لك على حاجه. بص يا سيدي، لو انا جيت اكتب لحضرتك واقول لك كل العرب ليسوا جبناء. ايه هو سور القضية؟ سور القضية يا أستاذ ويا أستاذة هو اللي بيعرفك كم وكيف القضية، هو اللي بيعرفك القضية دي كلية ولا جزئية، موجبة ولا سالبة. في الحالة دي ايه هو سور القضية؟ هو كلمة كل يا مستر وكلمة ليسوا يا مستر، صح؟ صح. سور القضية ما يعتبرش تبع الموضوع والمحمول. يعني ايه؟ الموضوع بتاع القضية هنا ايه هو يا أساتذة؟ تعالوا بلون تاني مختلف خالص. موضوع القضية يا مستر هو العرب، لأن احنا خبرنا عنهم، صح؟ ومحمول القضية يا مستر هو جبناء، احنا خبرنا بيه، صح ولا لأ؟ صح. لما اجي اقول لك طلع لي موضوع القضية دي، ما ينفعش تقول لي كل العرب. طب محمولها ليسوا جبناء، لا لا لا، ملناش دعوة، ده اسمه سور القضية، ده سور القضية ودي سور القضية. هنا لما اجي سيادتك اقول لك طلع لي الموضوع والمحمول، بتخبي لي سور القضية كده، تمام؟ بتخبيهم لي كده يا شباب، وتبص مين اللي بنخبر عنه ومين اللي بنخبر بيه، تمام؟ فهنا اهو اجي اقول لك طلع لي سور القضيه، فاكن دي مش موجوده خالص، اللي هي كل وليسوا اكنها مش موجوده. فيبقى هنا الموضوع يا مستر هو ايه؟ هو العرب، والمحمول هو جبناء. فعلشان كده لما اجي اقول لك سور القضيه ليس جزءا من موضوع او محمول القضيه، تمام؟ فسيادتك بتعرف
وحضرتك بتفهمي تعرفوا تطلعوا سور القضية او تطلعوا الموضوع والمحمول لوحدكم، اوكي. طب يا مستر انا ما بعرفش اطلع ولا ما بعرف اقول دي قضية موجبة ولا سالبة، كلية ولا جزئية. هقول لك احفظ اللي قدامك ده، ركز في اللي قدامك ده. دي كل اشكال اسوار القضية اللي ممكن تيجي لسعادتك. كل، جميع، كافة، عامة، قاطبة، سائر او 100%. دول بيدلوا على القضية الكلية الموجبة. طب كل ليس، جميع ليس، لا اللي هو لا عربي خائن، لا واحد من، ليس ايه منا، او ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ليس منا، ليس فينا، ليس بيننا، ليس من، كل دي قضايا كلية سالبة. لما تشوفها تعرف ان دي كلية سالبة. طيب هنا بعض، معظم، أقلية، أغلبية، أكثرية، القليل من، الكثير من، السواد الأعظم من، جل، فئة، أقل من 100%، طائفة، نسبة، جزء من، كل دي قضايا جزئية موجبة. وخلي بالك من حاجة، لو أنا جيت قلت لك 100% من طلاب الثانوية العامة مثلا ناجحين، دي قضية إيه؟ كلية. طب لو أنا جيت قلت لك 99%.99% يقضي على الجراثيم والإعلانات، دي قضية إيه يا مستر؟ قضية جزئية. ليه؟ لأن هنا يا شباب في جزء، إنما 100% يبقى كل. تمام؟ طيب ركز برضو معايا. بعض ليس قضية جزئية، معظم ليس جزئية، أغلبية ليس جزئية. خلي بالك إذا سبقت ليس أو ما سور القضية الكلية أو الجزئية تصبح القضية جزئية موجبة. لو ليس سبقت سور القضية تمام تبقى إيه؟ تبقى جزئية سالبة، زي ما كل أو ليس كل أو ما بعض أو ليس بعض. هتيجي تقول لي يا مستر ما هنا في ليس وسابقة، هقول لك لا، أنا هنا ليس هي جزء من إيه؟ من القضية. زي ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. تمام؟ ما بقولكش ليس كل. فلو قلت لك ليس كل هتبقى جزئية سالبة. مستر أنا هنا كده ابتديت أتلخبط، هقول لك لأ، هنشرح كل الكلام ده في حصة شواذ المنطق. تمام كده يا شباب؟ يبقى ده سور القضية، وقلنا يا مستر إن سور القضية ما يعدش جزء من موضوع القضية، ما يعتبرش الجزء من موضوع القضية أو محمولها، ده بس بيعرفك الكم والكيف بتاعها. طيب آخر حاجة في القضايا بقى وهو الاستغراق. يعني ايه يا مستر الاستغراب اللي بتقول لي عليه ده؟ هقول لك بس الاول سلك ودانك. اسمه الاستغراق بالقاف. الاستغراق هو الحكم. مش انا قلت لك كل قضية فيها حكم معين، وانت قلت لي ايوه يا مستر كل قضية فيها حكم معين. اهو الاستغراق ده بقى هو ايه؟ الحد المستغرق هو الحد الذي يقع فيه الحكم على كل افراد القضية، سواء كان موضوعا او محمولا. فان كان الحكم يشمل جميع افراد الموضوع يكون الموضوع مستغرق، وكذلك الامر مع المحمول. ولا يكون الحد مستغرق إذا كان الحكم يقع على بعض أعضاء الموضوع أو المحمول. يعني إيه؟ أنا بقول لك والله بعض الطلاب ناجحين، الحكم هنا على بعض الإيه؟ بعض الطلاب مش كلهم. فهنا مفيش حد مستغرق، الحكم اللي هو النجاح على مين؟ على أنهي طلاب؟ ما هو مش موجود، صح ولا لأ؟ فمفيش حد مستغرق. إنما بقول لك كل الطلاب ناجحين، فهنا في حد مستغرق، صح؟ في حد مستغرق. طيب هنا خلي بالك، الكليات تستغرق الموضوع والسوالب تستغرق المحمول. بص يا سيدي، عايز تحفظ الاستغراق احفظ الجدول ده، او هقول لك التركية دي وهشرحها لك. يعني ايه يا مستر؟ بص يا سيدي، انا قلت لك الكليات، القضية الكلية الموجبة، احنا قلنا القضايا بتتكون من موضوع ومحمول ورابطة، ملناش دعوة بالرابطة، والسور القضية الكل والكلام ده ملناش دعوة بيه.
ليا دعوه بالموضوع وليا دعوه بايه؟ بالمحمول. طب يا مستر ليا دعوه بيهم ازاي؟ الكليه الموجبه تستغرق الموضوع وما بتستغرقش المحمول. كل الجنود ابطال. طب هنا مين اللي مستغرق؟ الحد المستغرق. هتقول يا مستر الحد المستغرق، نبص في الجدول الموضوع، هنا اللي بنخبر عنه الجنود، خلاص يبقى الجنود ده اللي مستغرق. يلا، الكلية السالبة بتستغرق الموضوع والمحمول. كل الأثرياء ليسوا بخلاء. هنا لما اجي اقول لك الحدود الكل الايه الموضوع والمحمول، الأثرياء مستغرقة يا مستر وبخلاء مستغرقة يا مستر، ماليش دعوة لا بكل ولا بليسوا لأن ده سور القضية. الجزئية الموجبة لا بتستغرق الموضوع ولا بتستغرق الايه المحمول. بعض الطلاب مجتهدون، انا اسف، ولا واحده مستغرقه. الجزئيه السالبه بتستغرق الايه الموضوع، لا بتستغرق المحمول. بعض الطلاب ليسوا ناجحين فناجحين بس هنا ده المحمول هو ده اللي مستغرق. طب مستر انا اسف يعني انا والله خايف عليك وخايف ومش عارف اجيبها لك منين، بس انا مش هعرف. هقول لك مش هتعرف ايه؟ ما الجدول اهو قدامك احفظ. يا مستر انا عارف نفسي انا مش هعرف احفظ الجدول ده. في ناس هتعرف تحفظه، اوكي خلاص حفظت الجدول، عرفت الاستغراق وحكم الاستغراق والدنيا معاك جميله. طب يا مستر انا من الناس اللي مش هتعرف تحفظ الجدول، انت هتسيبني كده سايبني غرقان؟ هقول لك لا يا سيدي مش هسيبك غرقان. خلي بالك في الملحوظه اللي انا لسه قايلها لك. انا قلت لك ايه؟ بص يا حبيبي، بص يا بابا، انت مش هتعرف تحفظ، تعال نشغل دماغنا بقى، احنا ناس بتاعت منطق. انا قلت لك الكليات بتستغرق الايه الموضوع، صح؟ والسوالب بتستغرق المحمول، صح؟ صح. طب احنا بنكتب الكليات في الاول ولا في الاخر؟ لا يا مستر اسمها كلية موجبة جزئية، يعني الكم بيجي في الاول، معنى كده ان الكم اهو بيجي في الاول، والسالب الكيف بيجي فين؟ بيجي يا مستر في تاني حاجة، صح ولا لأ؟ بيجي مكان الخبر. يبقى الكلي هيستغرق الأول اللي هو الموضوع، والسالب هيستغرق الحد التاني اللي هو المحمول الخبر. فأنت لو جيت لقيت كلية موجبة، تمام؟ وخلينا نعمل كده اهو، ثانية واحدة اقول لك على حاجة. تعالى نمسح ونكتبها بخط احسن وخط اشيك ونشوف مع بعض. هنا قلنا الكليات بتستغرق الموضوع وخلينا نرمز له بميم، تمام؟ والسوالب، تعالى نعمل شرطة كده، السوالب بتستغرق المحمول، تمام؟ خلينا نرمز له بحا مثلا. يبقى دي بتستغرق الموضوع ودي بتستغرق المحمول. الكم ده بيتكتب في الاول ولا في التاني؟ بيتكتب في المبتدأ ولا في الخبر؟ بيتكتب في الاول ولا التاني؟ لا يا مستر، الكميات دايما اللي هو يا كلية يا جزئية بتتكتب ايه؟ بتتكتب الاول، صح؟ والسوالب يا مستر اللي هي يا موجبة، وخليها بلون تاني الميم هنا، يا موجبة يا سالبة، بتتكتب ايه؟ بتتكتب يا مستر تاني حاجة، فبتبقى اسمها لا اما كلية موجبة او كلية سالبة او جزئية موجبة او جزئية سالبة، صح ولا لا؟ صح يا مستر. طيب الموضوع والمحمول، الموضوع بيجي في الاول والمحمول بيجي في التاني، صح؟ فانا لو جيت قلت لك الكلية الموجبة، تعال بقى نعمل كده، الكلية الموجبة، تمام؟ طيب وعندنا ايه يا شباب؟ عندنا والله تمام اهو، عندنا موضوع وعندنا محمول هنرمز له بحا مثلا.
الكلية الموجبة هتستغرق ايه؟ احنا قلنا الكليات تستغرق صح؟ والسوالب تستغرق. الكلية الموجبة بتتكتب في الأول فهتستغرق الموضوع. طب الموجب بيستغرق؟ لا، يبقى المحمول هنا مش مستغرق. طب الكلية السالبة، الكليات تستغرق والسوالب تستغرق، يعني الطرف الأول المبتدأ اللي هو الموضوع هيستغرق، والطرف الثاني اللي هو المحمول هيستغرق، يبقى الكلية السالبة هتستغرق موضوع ومحمول. طب يا مستر جزئية موجبة، هل الجزئية الموجبة كليات؟ لا. هل الجزئية الموجبة فيها سوالب؟ لا، يبقى لا هتستغرق ده ولا هتستغرق ده. طب الجزئية السالبة، قلنا الكليات بتستغرق، دي جزئية، يبقى الطرف الأول ده مش هيستغرق اهو، سالبة اللي هو الطرف الثاني هتستغرق الايه؟ المحمول اهو. شفت؟ من غير حفظ، من غير اي حاجة. يبقى هنا يا اساتذه عايز تحفظ الاستغراق احفظ الجدول. طب مش عايز تحفظ الاستغراق العبها بدماغك، شغل دماغك. الكليات تستغرق الموضوع والسوالب تستغرق المحمول. فهو كليات، كلية موجبة هتستغرق موضوع بس، كلية سالبة كليات تستغرق موضوع وسوالب تستغرق محمول، يبقى الاتنين. جزئية موجبة لا كليات ولا فيها سوالب يبقى مش هتستغرق حد. جزئية سالبة يبقى هنا السالب هيستغرق الايه؟ المحمول يا مستر. يبقى احنا كده هنا هنستغرق المحمول فقط. ده كده خلصنا الفصل الأول الطويل اللي فيه حصص كتيرة قوي يا مستر، والقضايا بأنواعها والاستغراق اللي فيها. أشوفكم على خير في آخر حصتين في المنطق، وهو الفصل الثاني الاستدلال المنطقي.